اهلا وسهلا اصدقاء مطبخ احلى اكله وبس. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده هنعمل معاكم بقى تحليه جميله مش هتاخد في ايديكي اكتر من 5 دقايق، والشكل باين عليه يفتح النفس كده. قبل ما نشوف هو اتعمل ازاي هنخش على الفيديو نشوف الحاجات الجميله دي اتعملت ازاي. بص القرمشه ومن جوه بقى جميل جميل جميل، والطعم بقى ما اقولكوش. اتمنى منكم المشاهده الكامله، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد، واللايك. يلا بينا نخش على الفيديو نشوف التحليه اللي ما خدتش معانا اكتر من 5 دقايق دي اتعملت ازاي. بالنسبه لمقادير الجلاش اللي شفتوه النهارده الحلو ده، هنعمل اول حاجه الشربات. عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر، انا معبره بالكوبايه المعياريه. كوبايتين سكر، هنحط عليهم كوبايتين ميه عاديه من الحنفيه. واحد، كده اهو كوبايتين اهوت، وعصرة نص ليمونة، ونحطهم على البوتاجاز يغلوا لمدة 10 دقايق. بعد ما نقفل عليه نحط عليهم باكو من الفانيليا. 10 دقايق يغلوا، بعد كده نقفل عليهم على طول. خلصنا مع بعض الشربات، هنبدأ بقى نشوف. عندنا لفة جلاش تكون طازة اهم حاجة. اهي هنفتحها بالشكل ده، هنبدأ نفردها اهي. هنيجي بقى من النص ونقسمها كده اهو بالمقص اهي. عايزة بس اوريكم كده. هنقسم لفة الجلاش بالنص كده اهو، كده اهوت. نحطهم بقى على بعض ونبدأ نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي سمنة على زيت بالشكل ده كده اهو. هنحط بقى الفرشة ونبدأ نشتغل مع بعض. هناخد اول ورقة كده اهو بالشكل ده، ودينيها كده اهو، وناخد واحدة كمان. طبعا كلنا عارفين ان الجلاش بيبقى ايه، لازق في بعضه اهو بالشكل ده كده. ويبقى كده ورقتين على بعض كده بالشكل ده. نحط السمنة، هنيجي بقى اهي بالشكل ده كده، هنطبقها كده اهو على بعض اهو. خلاص كده. هتيجي بقى من عند الطرف ده وتلفي كده. انا هعملها ساده، تقدري بقى لو حابه تحشيها اي حاجه تحشيها اللي يريحك بالشكل ده كده اهو. هتسيبي بقى الطرف ده، هنبدا بالمقص وتقصي كده اهو من كده اهو، شايفه؟ بسرعه بقى كده اهوت. اهيت. خلاص كده اهو قطعناه من الطرف اللي هو المقفول، وابداي بقى لفي كده اهو زي الرول اهيت. انا بعملها بالراحه خالص عشان تشوفيها من البدايه اهي. هتبقى معاكي بالشكل ده، هتبقى عامله زي الورد. هندهن بقى وشها دهنه خفيفه كده اهوت اهيت. القالب بقى اللي هنحط فيه الجلاش بتاعنا ندهنه دهنه خفيفه من السمنه بالشكل دوت اهي. وتحطي اول ورده كده اهو في الجنب، ونكمل بقى كل الوردات كده اهو جنب بعضها. الواحده كمان معاكم ادي كده اول ورقه، وبرده ندهنها اهي. واحده كمان، الطريقه دي جميله، والجلاش بيبقى مورق وجميل وطعمه حلو.
اهو كده اهوت. وتطبقي برضو كده اهوت. تيجي تتني بقى من عند الاطراف اللي هي المفتحه كده اهو. وتعالي بقى قصي برضو كده اهو، اي بقى مقاس بالشكل ده. اهي خلاص كده اهوت. وتعالي بقى لفي كده اهو برضو رول اهو. انا كده وريتها مرتين، عملت 2 معاكي اهو. سهله جدا جدا. وتلفي، وانتي بتلفي ابرميها كده وما تخليهاش تبقى على واسع بالشكل ده اهو. بصي الشكل عامل ازاي. برضو دهنه خفيفه كده اهو من السمنه. هتيجي بقى هنا اهو، احنا حطينا اول واحده، تجيبي بقى القفله اللي هنا جنب القفله اللي هنا اهو عشان ما يفتحوش بالشكل ده كده اهو. وهخلص انا بقى كل الكميه الوردات الجميله اللي انتوا شايفينها دي. كده خلاص خلصت كل الكميه. انا لقيت طبعا القالب اللي انا جايباه كبير على اللفه، فانا قلتها في قالب صغير. احنا كده خلصت معاكم. لما احنا بتبقى شكل الورده بالشكل ده، هتجيبي نص كريزايه كده وتحطيها في النص بس، مش اكتر من كده. دهنه خفيفه بقى من السمنه كده اهوت على الوش. ودلوقتي انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200. هنحطها على الرف اللي في النص لغايه ما تحمر من تحت ومن فوق. لقيتيها احمرت من تحت ولسه من فوق ما احمرتش، ولع عليها الشوايه بس عشان نديها اللون الذهبي الجميل ده. كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طبعا هي سخنه انا مش قادره اقرب لها. هنجيب بقى الشربات مباشره نسقيها كده اهو. تغيير بقى، بدل ما ناكل الجلاش بالطريقه التقليديه بتاعتنا هنعمله بالطريقه دي. اولا هيبقى شكله حلو، ثانيا هيبقى مقرمش وجميل. هنسيبه بقى لغايه ما يبرد ويشرب الشربات بتاعه، وبعد كده اوريكم بقى هيبقى قد ايه هو مقرمش. وده كده الشكل النهائي للجلاش بتاعنا بعد ما خلص. بصي عامل ازاي رائع، والشكل حتى جميل يفتح النفس كده لما نيجي ناكل. ما تنسينيش بقى من الشير، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يصلكوا كل جديد. مع تحياتي مطبخ احلى اكله وبس. سلام عليكم.